هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدي اعمل معكم حراق باصبع. اول اشي بنحتاج خبز، بنقطعه بهاي الطريقه مربعات علشان نقليه. بنحتاج رمان، بهارات رح تلاقوها بصندوق الوصف، بقدونس، زيت زيتون، ليمون، دبس رمان، معكرونه، بصل وعدس. هسه طبعا الثوم والكزبره، وطبعا في ناس بتحب تستغني عن المعكرونه بعجينه. اول شيء لازم نغسل العدس ونسلقه. الثانية بنحط معلقة طحين على البصل علشان نقليه ويصير كريسبي. بعدين بنحطه بالمصفى علشان أي زوائد تروح. طبعا هلا لازم نقلي البصل على دفعات عشان ما تنزل. طبعا من أكثر من دقيقتين رح نطلعه علشان بلش يشقر وما بدنا ينحرق. بس زاد القلم هذه البصل رح ننزل عندكم تبين ترك لأنه بسرعة بتحمر. هلا لازم نطلعها، لازم يعطيكم هذا اللون. صار شكل الخبز بعد التحميص، هيك صار شكل البصل. نحط البهارات على العدس، نحط كمان شوية بصل. طبعا لما بنحط هاي الاضافات لازم يكون العدس مستوي عشان ما يشد. رح نضيف معلقه ثوم صغيره، لازم تكون نيه، ونحركهم. هلا لازم نضيف دبس الرمان. هون قلينا الثوم والكزبره، نحط الكزبره ناشفه لاني بحب نكهتين مع بعض. الكزبره مع الثوم كثير. بعد ما حمص رح نحطها فوق العدس. هلا طبعا نتركها شوي، بعدين بنطفي عليها وبنغطيها ونخليها تكمل سواها لحالها. بعد مرور 5 دقائق رح اطفي عليها واحط عليها ليمون وارجع اتركها كمان 5 دقائق. هلا رح نحط الخبز على الجوانب. رح احط البصل، احط البقدونس، رح احط الرمان. هذا الفيديو اليوم ان شاء الله تكون استمتعت. حبيتوا، اذا حبيتوا تحطوا اللايك والكومنت والشير. بعدها تابعوا لرفقاتكم عشان هذا الفيديو يتابع اكثر واكثر. وتضلوا بخير. باي.